في مكان بعيد جدا، أقصى الأرض، أبرد مكان ممكن تتخيله، القطب الجنوبي. الجليد مش هو بس اللي هناك، في حاجات كتير مخفية تحته، واللي بيروح هناك بيرجع مصدوم ومش بيتكلم عن أي حاجة. الجيوش الأمريكية ما بتسمحش لحد يقرب من المكان ده، طيارات طول الوقت بتراقب لأن في قواعد عسكرية سرية تحت الجليد. هتلر زعيم ألمانيا كان بيعمل رحلات غريبة للقطب الجنوبي. روايات كتير بتقول إنه كان بيدور على حاجة مش عادية، حاجة لو حصلت كان ممكن تغير شكل العالم كله. بعد ما الحرب العالمية ما خلصت، تقارير كتير قالت إنه راح هناك واختفى. مش بس كده، الناس اللي عاشت قرب القطب الجنوبي بدأت تتكلم عن حاجة غريبة تحت الجليد. علماء بيقولوا إن في أرض تانية تحت التلج، أرض مخفية فيها كائنات مش من عالمنا، تكنولوجيا غريبة محدش عارف عنها أي حاجة، بس الكل بيحكي عنها. العالم دلوقتي مشغول بالحروب، بس في عمليات سرية بتتعمل دلوقتي في المنطقة دي. الأمريكان بيدفنوا كل حاجة غريبة اكتشفوها هناك. في كلام إن هناك كمان في أبواب كبيرة موجودة تحت التلج. الأبواب دي مش عادية، ليها قوة غير طبيعية. في نظريات بتقول إن في هناك حيوانات وكائنات غريبة محدش شافها قبل كده. القطب الجنوبي مش بس جليد، في حاجات أكبر تحت سطحه. إحنا مش هنقدر نعرف دلوقتي كل حاجة، بس أكيد في هناك شيء مش واضح، ويوم ما نكتشفه هيتغير كل حاجة. أنا أسماء ميديا، بجيب لكم كل الحاجات الغريبة. لو عايز أي حاجة نتكلم فيها اكتبها تحت في الكومنتات.